أتت كردا على معاهدة كسليفان الخيانية المبرمة بين القدس وفرنسا إبان سنة 1956. هذه الانتفاضة التي أتحدث عنها هي انتفاضة 58 59 كما نطلق عليها بالأمازيغية العام إقبال، وكذلك 1965 23 مارس، وكذلك انتفاضتي الخوذ 81 84، وكذلك لا ننسى الانتفاضة من داخل هذه البلدة الصامدة يوم 8 مارس عندما أقدمت الأجهزة القمعية بالترسانة القمعية بتدخل وحشي بدون سابق انذار وبدون سند قانوني أو قرار قانوني، لأن هؤلاء الموجودين من داخل هذا الوطن الجريح لا يعرفون شيئا إلا أن يورثوا جماجم الشعب المغربي. وخير دليل هذا اليوم عندما انهالت الآلة القمعية على معطلين عزا يطالبون باحتمال المشروع في الوظيفة العمومية، إدانة أن هذا الشكل ينسجم وخلاصات مجلس التنسيق الإقليمي الاستثنائي هو الشكل الأخير في البرنامج النضالي، ولتكن رسالة واضحة أن الشطر الإقليمي المقبل سوف يكون شطر شطرا سعيديا بامتياز. إما أن الوظيفة العمومية، إما أن نستشهد نطالب من السلطات الإقليمية النزول إلى طاولة الحوار والمفاوضات بشكل مسؤول، لأنه قد استنفذ صبر الموصلين، لأن التلميذ التجويع والإقصاء هو الذي يظهر أمام أعين الملأ وأمام أعين الشعب المغربي. وخير دليل الإجهاز على صندوق المقاصة من طرف الحكومة الملتحية وما يطلق عليها في المفاهيم النظرية بالقوى الظلامية. وهذه كده رئيس الحكومة بين آلاف الأقوال أنه الاستجابة لمطالب الشعب المغربي هي العصا الغليظة، وننبه بثورة شعبية عارمة من داخل المغرب، لأنه قد وصل السيل الدمى، وبالتالي الشعب المغربي كفى من الاختصاص، كفى من الزيادة في المحروقات، كفى من الزيادة في المواد الأساسية. يكفين أقولي لكي تودل السوقين يالو على المواطنين باش يوصلهم ميساج مزيان. هذاك المتقاعدين في البوليس في الدار البيضاء كانوا يعتقدون أنهم يقومون بواجب وطني أي حماية الوطن، عطوا لهم في شقة في الدار البيضاء وأنتم متقاعدين، لكن في آخر المطاف غادي تعطى الأمر من طرف المسؤولين
المسؤولين من داخل الدار البيضاء على أساس إفراط هذه الشقق والنظام السياسي. الله يرحم وهذا يرحم شحال خاصني لا بوليس ولا شاب. وفي آخر المطاف مصير وهموم الشعب المغربي هم واحد بالهم النصر من أجل أن نطالب بحقوقنا العادلة والمشروعة ونحيي فروع التنسيق الإقليمي للحسمة فرع نوايا الصامت إنجاز الصامت الشفالي الصامت الحسمة الصامت بيت الله تحديد الصامت وتركيز الصامت. لنا لقاء في الشطر القادم التصعيدي كما على المسؤولين الاستجابة للمطالب المعطلين المتمثل في تنفيذ كل الوعود الممنوحة لفروع التنسيق الإقليمي وكذلك الإفراج على كل معتقلي الجمعية الوطنية وعلى رأسهم معتقل عبد الحليم السكري وعبد الحليم الطلعي. وكذلك نطالب بإطلاق السراح الفوري معتقل الحركة الاحتجاجية من داخل بلدة النواياش. ونحييكم تحيات النضال والصمود لكل المعطلين. فما علينا إلا أن يرفع شكلنا النضالي على مبادئ الجمعية الوطنية، يرفع شكلنا النضالي قبل أن ننسحب له. كما على المسؤول القائم على هؤلاء إلا أن يسحب جيوشه وتعيين نضالية.